حكاية النهاردة تالي طفلة جميلة جدا ما شاء الله. من سن شهرين بدأ يظهر عليها تشنجات بصورة مستمرة. أول ما دخلت المستشفى اتعمل لها كل حاجة مسببة للتشنجات، من مقطعية ورنين على المخ وأملاح الدم، لكن محدش فكر وقتها يقيس السكر. وأخدت فعلا مضاد للتشنجات، استقرت حالتها وخرجت من المستشفى، لكن بعد يومين بالظبط رجعت بتشنجات أعنف. وهنا طبيب الاستقبال قاس لها السكر واللي كان وقتها 38. اتحجزت تالة واتعمل لها عينة حرجة، وده عينة بنسحب فيها هرمونات الغدة النخامية وبعض الأحماض الأمينية والدهنية وغازات دم ومنسوب أنسولين. وبتتسمى حرجة لأن بيتم سحبها لما نسبة جلوكوز الدم تنزل عن 50. وبالفعل طلع عندها نقص في هرمون النمو وهرمونات الغدة الدرقية والهرمون المسؤول عن إفراز الكورتيزول من الغدة الكظرية، يعني عندها خلل في الغدة الأم وهي الغدة النخامية. وبالفعل تم تعويض تالة بالهرمونات اللي عندها نقص فيها، وتم استجابة التشنجات بصورة درامية. وكانت النتيجة إننا سحبنا أدوية التشنجات على فترات. دلوقتي الحمد لله تالا البنت الجميلة بتكبر بصورة طبيعية وعمرها 1.5 سنة. الهدف من القصة دي إننا لازم نقيس سكر الطفل في حالة إنه بيتشنج، ودي من ضمن العلامات الحيوية.